تخيل معايا إن كل اللي نعرفه عن اللغة المصرية القديمة كان ممكن يفضل لغز لحد النهاردة، والعجيب إن اللي لغى الافتراضية دي حجر واحد طوله 100 سنتي شافوه الجنود الفرنسيين أثناء الحملة الفرنسية على مصر، وما كانوش عارفين إن الحجر ده هيغير التاريخ كله. أول ما العلماء بدأوا يدرسوا الحجر اكتشفوا إن مكتوب عليه نص واحد مكتوب بثلاث لغات مختلفة: الهيروغليفية والديموتيقية واليونانية. بدأوا بقراءة النص اليوناني، كانوا عبارة عن كلمات بتمجد في الملك بطليموس الخامس، وهنا كانت أول خطوة في فك شفرة الرموز الهيروغليفية عن طريق إنهم بدأوا يقارنوها بالكتابات اليونانية. يعني مثلا الملك بطليموس في اللغة اليونانية موجود في النص الهيروغليفي في شكل رموز مرسومة وسط شكل بيضاوي اللي هو الخرطوش الملكي، وبكده عرفوا إن الرموز الهيروغليفية ليها قيمة وحروف صوتية، وده ساعد بشكل كبير جدا في فهم اللغة. السؤال بقى هنا، تفتكروا الشفرة اتفهمت صح ولا كان في أسرار كتير مستخبية؟ اكتبوا لي في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا لي فولو وانتظروا معلومات كتير قوي عن الحضارة المصرية.